بسم الله الرحمن الرحيم. ده فيديو الشقة مساحتها صافي 140 متر، لكن العقد بتاعها مكتوب 170 متر، لكن هي الصافي 140 متر. الشقة عبارة عن ريسبشن وأربع غرف مقفولين، منهم غرفة ليفينج ومنهم 3 غرف نوم مقفولين بالعفش بالفرش بتوعهم كلهم. الريسبشن عبارة عن 7.5 في 4.25. الريسبشن واخد قطعتين، السفرة 6 كراسي، سفرة لسه جديدة، وفي طقم الانتريه او الصالون بتاعها برضو مساحته مرتاحة جدا للمكان. الأرضية كلها بورسلين، كان بورسلين هندي مش الصيني، المفروض حاجة محترمة. الأسقف طبعا جبسون بورد، النجفة دي من أباني يعني برضو حاجة محترمة قوي. ده باب الشقة بتاعنا، باب مصفح تركي، وده حمام الجست الضيوف بتاعنا. ده كده مدخل الشقة، وفي هنا باب جرار بيقفل على الشقة كلها من جوه، على الليفينج وعلى الريسبشن، على الليفينج والغرف وطبعا والمطبخ والكلام ده. الشقة فيها خصوصية جامدة، مش مجروحة خالص من أي ضيف أو من أي حاجة. الريسبشن مفصول تماما عن جوه. في تكييف 3 حصان، هي الشقة كلها فيها 4 أجهزة تكييف، أدي تكييف 3 حصان. ده الشباك بتاع الريسبشن، هو بيطل طبعا، اللي بيطل على الشارع الريسبشن والليفينج. ده شارع 20 متر، هبقى اصوره من بره هيكون اوضح شوية. ودي بلكونة، البلكونة دي بتخدم الليفينج وبتخدم الريسبشن، يعني ليها باب من الريسبشن وليها باب من دي البلكونة فيها دولاب تخزين ألموتيل، مساحته حلوة جدا، بيشيل حاجات كتير. وده الشارع بتاعنا، قدامنا عمارة واحدة دي اللي على الشارع، لكن احنا الجنب بتاعنا يعتبر فيه 3 عماير منهم العمارة بتاعتنا، فاحنا على بعد تقريبا مفيش 40 متر من الشارع العمومي الرئيسي. يعني احنا 3 عمارة، بس يمكن التصوير مش مبين لان احنا قدامنا هي عمارة واحدة بس، المدخل واحد تحتيه. في جراج قدام العمارة بيخدم على المنطقة كلها، في جراج تحت العمارة اهو، وفي جراج هناك اهو، وفي جراج الناحية التانية. يعني بالنسبة للركنة مفيش أزمة خالص، وطبعا وفي الشارع في أماكن برضو، فالركنة مفيش فيها أزمة. ده كده الريسبشن، وده باب جرار اللي احنا قلنا بيفصل الأوض كلها، فلو في أي ضيف ولا في أي حد الكلام كله مفصول اهو. والباب واخد نفس الشكل بتاع الحمام، واخد نفس شكل الغرف كلها. لو جينا نفتح الباب هنا بنخش على الليفينج. الليفينج عبارة عن 4 متر وربع في 3.75. في تكييف 1.5 حصان فيها، في تلفزيون، بس يعني في تلفزيون تاني مش هو التلفزيون ده، عشان بس حق الله يعني، ما هو في تلفزيون تاني سامسونج بس هو في أوضة من الأوض، التلفزيون ده مش بتاع الليفينج، مش هنا. في جزامة لسه جديدة، في ركنة 3 متر في 3 متر، في ترابيزة، الكراسي دي اللي هي بتنزل تحت الترابيزة، اللي هي بتتحط كده. القعدة هنا ظريفة جدا. السقف طبعا جبسون بورد، احنا اتفقنا ان الارضيات كلها بورسلين الهندي. بعد كده بنخش على طرقة طويلة. الميزة بقى في الشقة هنا ان كل الغرف جوه، يعني كل الغرف ال3 غرف جوه خالص، بعيد خالص عن الليفينج وبعيد عن الريسبشن، بعيد عن اي دوشة. هنا ده المطبخ،
احنا قلنا هنا ده الريسبشن، هنا الليفينج، هنا المطبخ. المطبخ خشمونيوم، في غسالة في الأوتوماتيك وممكن يجي مكانها غسالة أطباق، والمساحة كافية لو ديب فريزر، يعني ممكن أي حاجة، لأن في مكان تاني الغسالة تانية في الحمام. المطبخ كله خشمونيوم. وده شباك المطبخ، ده بيطل على منور طبعا. نرجع هنا للطرقة. الطرقة يعني ممكن نعملها كده، ده ضوء أصفر، وممكن نفصل كده، وفيها زي ديفيتير، يعني ممكن أقفل من هنا وممكن أقفل من جوه النور. ده هنا الحمام، وهناك الثلاث غرف. بالنسبة للحمام، هنا احنا داخلين على الطرقة. احنا اتفقنا اللي في ظهرنا الليفينج والريسبشن، اللي جوه دول في الاخر خالص 3 غرف مقفولين، 3 غرف نوم. طبعا في خصوصية بعيدا عن دوشة او اي حاجة، او اي حد قاعد في الريسبشن او الليفينج، مفيش صوت خالص جوه واصل، معزولين تماما. هنا بنخش على الحمام الرئيسي بتاعنا. ده مكان لغسالة تانية، الغسالة الرئيسية موجودة في المطبخ، وده مكان مجهز لغسالة تانية أصلا، أو ممكن يتقفل على موتيل تخزين أو أي حاجة يعني. كده كده متجهز هنا ومتجهز في المطبخ. برضو السيراميك بتاعنا كانت جوهرة، حاجة مختلفة شوية. ده كده الحمام، بواب الحمام والمطبخ والحمام والغرف والجرار بتاع الريسبشن كله نفس الشكل. كده داخلين بقى على ال3 غرف اللي جوه مقفولين. دول 3 غرف نوم كاملين، ادي غرفة، ادي 2، ادي 3. نفتح اول غرفة، دي غرفة اولاد، فيها سريرين، كل سرير 1.20 متر، فيها تكييف 1.5 حصان. التلفزيون ده زي ما اتفقنا ده بتاع الليفينج بره. دولاب كبير طبعا يكفي خزين حاجات كتيرة. الغرفة دي أصلا 4.20 متر في 4.20 متر، أو آسف 4 متر في 4 متر. الغرفة النوم التانية هي ال 24 في 24. ده 2 كومود اهو، تكييف 1.5 حصان. الغرف دي بتطل على منور، بس منور مش صغير، يعني منور كبير واسع شوية. كده احنا خارجين من الغرفة اللي هي غرفة الأولاد. نيجي نخش على غرفة البنت، أو أي غرفة بقى على حسب التقسيمة، بس دي غرفة بنت. فيها سريرين، كل سرير متر. طبعا كل السراير بالمراتب بتاعتها، فيها دولاب مناسب جدا. هي دي الغرفة الوحيدة اللي مفيهاش تكييف. فيها مكتب للمذاكرة اهو. فيها زي تسريحة كده معاهم، يعني أوضة مناسبة لبنت إن هي تبقى موجودة فيها، أو بنتين طبعا عشان في سريرين. دي كده غرفة البنت. احنا متفقين الطرقة دي من هناك اهي. نيجي بقى نخش على الغرفة الأخيرة اللي هي غرفة النوم. السرير بتاعها 1.60 متر، وفي شيزلونج هنا، في مكتبة بتلفزيون هنا، في 2 كومود، في التسريحة، في تكييف 1.5 حصان. الديب فريزر ده بس مش تبع البيع برضو، ده انا حاطه هنا بس هيتشال يعني. بس وكده دي محتويات الشقة ال4 غرف، 3 نوم و1 ليفينج وريسبشن و2 حمام.
والمطبخ بتاعنا. شكرا.